الأخبار الموجزة ليوم السبت. وصلت محمولة إلى كابول أمس 38.5 طنا من المساعدات لضحايا الزلزال الأخير من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشمل المواد الغذائية والملابس والأدوية، وتم تسليمها لمساعدة الاقتصادية لرئيس الوزراء. صرحت وزارة الصناعة والتجارة إن المنتجات الأفغانية صدرت العام الماضي إلى الهند وباكستان وأوزبكستان وطاجكستان والإمارات العربية المتحدة والصين وإيران والعراق وتركيا وكازاخستان. قال الشيخ عبد الحكيم الشرعي رئيس هيئة منع الاستيلاء على الأراضي الإماراتية إنه يقوم بعمله بجدية وسيعيد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. افتتحت وزارة الإعلام والثقافة معرضا لمدة 3 أيام لقراءة القرآن الكريم والكتب لأجل تعزيز ثقافة المطالعة في منطقة كوتاسنجي في العاصمة كابول. أحال الهلال الأحمر الأفغاني اليوم 15 طفلا آخرين يعانون من أمراض القلب إلى المستشفى لعلاج أمراض القلب في كابول. خلال أشهر 8 الماضية أدخل الهلال الأحمر 812 طفلا إلى المستشفيات المختلفة. يتحمل الهلال الأحمر تكلفة علاج هؤلاء المرضى. في الأسبوع الماضي من 4 إلى 10 من شهر حمل تم نقل 125,104 طن متر عبر سكة حديد أفغانستان. يقول المتحدث الرسمي باسم الإدارة الوطنية للغذاء والدواء: تنتج الشركات الأفغانية حوالي 15 أنواع من الأدوية في البلاد. تم تفعيل الآلات الطبية الجديدة MRI والسيتي سكين بالمستشفى التعليمي بجامعة الشيخ زايد بمقاطعة خوست. يقول مسؤول الصحة إنه مع تفعيل هذه الآلات سيتم توفير العديد من المرافق للمرضى.